هنتكلم النهاردة عن امرأة برج الحوت. امرأة برج الحوت لما بتكرهك عمرها ما بتقولك أبدا إنها كرهتك. لأن امرأة برج الحوت كرهها بيبقى مزيج من الاحتكار والابتعاد والصمت. عرفت بقى هي لما بتيجي تكرهك بتعمل ايه او ليه؟ عشان خاطر بتحتكرك، بتبتعد عنك، آه، وبتقعد ساكتة. تمام. سكوتها ده بيبقى سكوت صامت. اقل حاجة عندها الصمت. الصمت ده سلاح قاتل على فكرة. لما حد بيكون بيكلم حد ويلاقيه ساكت، ما بيقولوش مثلا انت زعلان ليه وليه، هو كده برج الحوت. دي لما بتكره. تمام. ما تقلقش لما برج الحوت، امرأة الحوت تيجي تلومك او تعاتبك او تزعل منك او تتخانق معاك. اقلق بس لما تلاقيها بتتجاهلك وبتسكت وتبطل تهتم بيك. ساعتها بس اعرف انها بتحاول تطلعك من حياتها. تمام. كلامها مريح جدا، بتحب التهريج، بتحب المرح، آه بتحب الخير للغير، وبتحب تساعد كل الناس. وللأسف الشديد ما بتلاقيش حد لما بتيجي تقع، ما بتلاقيش حد يجي يقف جنبها. ولما بتزعل بتاخد جنب كده مع نفسها، ما بتفضفضش، بس بتفضل كاتمة جواها، لأنها اللي هي بتعمله المفروض ما يكونش دي النتيجة معاها، أو دي عكسها. طبعا احنا عارفين ان برج الحوت هو اخر الابراج، شايل هم كل الابراج على راسه. علشان كده هو بيهتم قوي بكل برج، بكل حد، بكل عندها حتة الإنسانية دي عالية جدا، حبوبة جدا، رومانسية، عاطفية، بس واقعية. يعني تحب قوي قوي تعيش في الخيال. آم، اما حد بيقول لها كلمة حلوة، كلمة حب، حتى لو مثلا زعلانة من جوزها، من خطيبها، من حبيبها، من صاحبها، وقال لها كلمة حلوة، خلاص نسيت الكلام اللي حصل قبل كده ضايقها. يعني بتتراضى بأقل حاجة. اللي في ايدها مش ليها. يا دي امرأة برج الحوت، اللي في ايدها مش ليها، بتحب تساعد الكل. بتحبي كمان اما بتدي وتلاقي الناس فرحانة، هي بتبقى سعيدة جدا. واللي في ايدها مش ليها. بجد جميلة جدا برج الحوت. صفاته منطبقة عليه، إن كان العشرة الأولى أو النص أو الأخيرة. في أبراج تانية العشرة الأولى بتفرق معاهم، اللي في النص تفرق، الآخر بتفرق. لكن برج الحوت عشان برج مائي، أو معنى أصح هو برج، هو من صفاته كل الصفات اللي أنا قلت عليها. عاش 7 سنين عجاف في حالة فقر.